تالتة اعدادي نظام البوكلت هيبقى عامل ازاي؟ بص يا باشا، هو البوكلت ده الوزاره هتعمله ان شاء الله علشان يعني تمنع الغش والتسريبات والحاجات دي كلها. طب ايه اللي هيتم؟ يعني خاف ولا ما خافش؟ طبعا ما تخافش ولا تقلق ولا الحاجات دي خالص. ليه بقى؟ الاسئله هتبقى هي سواء بما تفسر، ما النتائج، قارن، دلل، اختر، خريطه، كل الكلام ده هيبقى موجود. طب ايه الاختلاف؟ الاختلاف انك مش تاخد كراسه اجابه وورقه اسئله، لا، الحل في نفس الكراسه والسؤال في نفس الكراسه. تاخد كراسه كده فيها الاسئله وفيها الاجابه. يعني مثلا سؤال بما تفسر، تحتيه هتلاقي كده ايه 3 4 سطور تجاوب فيهم، فانت كده هتسلم كراسه الاجابه اللي فيها اسئلتك وفيها اجاباتك. الوحش في ده انك مش هتعرف تراجع الامتحان بره، وهو ممكن يكون حلو لبعض الناس اللي هو مش عايز اراجع الامتحان اصلا، انا بكون متضايق لو شفت غلطه قطع شراييني وحاجات زي كده. بس انا شايف ان هو لحد ما هيبقى كويس. وفي حاجه كمان، هيبقى في نماذج الف ب ج، يعني في اللجنه محمد نموذج الف، احمد نموذج ب، سيد نموذج ج. الاسئله مختلفه؟ لا، الاسئله هي بس التنسيق بتاعها او الترتيب بتاعها مختلف. يعني مش هيبقى في امتحان صعب وامتحان سهل، لا، ده كله امتحان واحد اسئلته واحده، ولكن الفرق كله ان بما تفسر عندي السؤال الثاني، عند محمد السؤال السابع مثلا يعني، وهكذا. فما تقلقش، ان شاء الله خير، بالتوفيق يا رب.